الفيديو دوت هعمله هجمع فيه كل المشاكل اللي ممكن تحصل في عين الاطفال، خصوصا حديث الولاده، وازاي ان انا افكر فيها وازاي ان انا اتعامل معاها. انا عملت فيديو قبل كده موضح فيه بالتفصيل انسداد القناه الدمعيه في الاطفال، ايه سببه، ازاي ان انا اتعامل معاه، ازاي ان انا اعالجه يعني، والام ايه المطلوب تعمله، سواء من تسليك للقناه الدمعيه بايديها او الكمادات الدافيه، او ان هي ايه العلاج اللي ممكن يتاخد ليه، انواع القطرات الدنيا تمشي معاها ازاي. طيب ممكن نلاقي مشاكل تانية في عين الاطفال، زي ان انا ابص الاقي الطفل عينيه صفرة. الصفرة ديت على حسب، لو الطفل مع الولاده نازل بيها دي صفرة باثولوجيه، نازل اصفر خلال 24 ساعه، دي صفرة باثولوجيه ولازم الدكتور يبص عليها، ودي بتحتاج حجز الحضانه. لو ظهرت بعد يومين ثلاثه الصفرة، وهي اول حاجه بتظهر فيها العين، تبدا ان هي تنزل لتحت وتبدا تنتشر للجسم، وبعد كده بتبدا اما تخف برضه بالعكس من تحت لفوق، واخر حاجه بتروح منها العين. الصفرة ديت بتحتاج تقييم الدكتور حسب الصفرة الفسيولوجيه. كل عمر للطفل ليه كيرف بنمشي عليه حسب عمر الطفل. الصفرة الكيرف ده بيقول لي الصفرة دي محتاجة حضانة ولا محتاجة متابعة، وهبقى اعمل فيديو كامل عن الصفرة، تشخيصها وعلاجها والدنيا فيها بتمشي ازاي بالظبط. طيب لو طفل كبير وحصل صفرة في العين، اول حاجه الدكتور بيفكر فيها هو فيروس الكبدي A. التهاب كبدي بيجي فيروسي، بيجي في الكبد عند الاطفال، مش زي بي وسي خالص، مش مزمن، ما بيعملش اي مشاكل. كل مشكلته ان هو منظره بيخض شويه، يعني الطفل بتبقى صفرة، البول بيبقى بني عامل شبه الشاي، بيجي وجع على مكان الكبد على اليمين من فوق هنا، ساعات بيكون معاه ترجيع، بيكون معاه سخونيه، منظره بيخض، بس في الاخر هو مرض بياخد 3 4 ايام. مجرد طفل بياخد مدعم للكبد وبيبقى كويس جدا، ما فيهوش اي مشاكل، وكمان ليه تطعيم اسمه الهافريكس، كنت عملت عنه فيديو قبل كده. طيب ده بالنسبه لاصفرار العين. ممكن الطفل بقى في الاول نبص نلاقي في زي نقطه حمراء كده في البياض بتاع العين، تبقى زي دم بسيط متجمع. دي ما بنخافش منها وبتروح لوحدها، بشرط ان هي مش بتزيد ومش مرتفع عن سطح العين، يعني مش حته مجمعه كده، لا هي مجرد لون بس، وفي نفس الوقت ما بتزيدش. دي ساعات مع الولاده بتحصل، ساعات بتبقى موجوده في الاول، دي بتروح ما فيهاش اي مشكله خالص. المهم ان احنا نشوف زي ما قلنا ما بتزيدش ومش مرفوعه عن سطح العين. يبقى قلنا اللون الاحمر، قلنا اللون الاصفر، وقلنا انسداد القناه الدمعيه، ودي اغلب المشاكل اللي بتيجي في عين الاطفال في الفتره الاولى. واللون الاصفر اللي هو بيظهر بعدين. بنشوف فيروس الكبدي ايه، ولو مش موجود بيبقى في مشاكل تانية بقى بندور عليها، هل في مشاكل في الكبد ولا في مشاكل حصلت فيه تكسير الدم، لان اللون الاصفر ده في الاطفال مش عباره عن الفيروس الكبدي بس، في الاطفال السن الصغير هو فيروس، هو الصفرة الفسيولوجيه او الباثولوجيه، ودي هيتعمل عنها فيديو كامل لوحدها. في الاطفال الكبار في الغالب فيروس كبدي ايه، بنشوف لو مع العلامات اللي انا قلتها ده فيروس الكبدي، وبنعمل له تحليل اسمه HAV-IgM، ده تحليل للفيروس بيقول اذا كان موجود او مش موجود. جنب ان انا الاقي مثلا صفرة في البول نفسه مع تحليل البول اللي احنا بنعمله، او ممكن يحصل حاجات تانية تعمل الصفرة ديت، زي التكسير في الدم مثلا. طفل حصل له مرض معين خصوصا الامراض الفيروسيه، ساعات الجسم بيكون اجسام مضاده ضد الفيروس تبقى شبه كرات الدم الحمراء، يبدا ان الجسم يكسر هو كرات الدم الحمراء، ويبدا ان هو يعمل الصفرة. ساعات تكون زي مثلا الطفل اللي عنده G6PD اللي هي انيميا الفول، ده طفل كل الفول او اي حاجه من مشتقاته، او اللي هي النباتات اللي بيسموها ذات الفلقتين، بيبدا ان الدم عنده بيتكسر، وبيبدا ان الطفل يحصل عنده العين الصفراء، يحصل عنده البول الغامق. في اسباب كتير دي هبقى اعمل عنها فيديو لوحده، ولكن الفيديو ده كان للتوضيح العين. الطفل خصوصا الطفل في اول شهر، سواء اللون الابيض سواء اللون الاحمر سواء اللون الاصفر سواء انسداد القناه الدمعيه. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناه بنختارها، نعمل سبسكرايب للقناه، بنفعل زر الجرس، بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا، نضغط على شير، ونختار هنشيره على الواتس او الفيس.